السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل باقي سلسلة تكوين الكلمات من الحروف. اول حاجة احنا عندنا حرف هنا ايه؟ راء، ده حرف الراء، وده حرف الايه؟ هاء، وده حرف الايه؟ نون. نيجي اللي بعده ياء، لام، زال، ياء، ضاد، باء، خاء، نون، لام. طيب نيجي هنا، هو كاتب لي هنا حرف الراء والهاء والنون. طب احنا عايزين نكون من الثلاث حروف ديت ايه؟ كلمة. طيب تبقى ايه؟ تيجي نفكر مع بعض كده. طيب الراء والهاء والنون دي تكون كلمة ايه يا ولاد؟ تكون كلمة نهر. نهر، تمام كده. طيب نيجي نشوف الحروف اللي بعدها. هنا ياء، لام، زال. طيب احنا عايزين نعرف الثلاث حروف دول يكونوا كلمة ايه يا ولاد؟ يكونوا كلمة ذيل. واحنا قلنا حرف الذال من الحروف اللثوية اللي بنخرج فيها طرف ايه؟ لساننا. طيب نيجي اللي بعده. ياء، ضاد، باء. يبقى كلمة ايه؟ فكروا معايا كده، تبقى بيض. بيض. احنا عندنا حروف عايزين بيض. طيب نيجي للي بعده، خاء، نون، لام. طيب دي تبقى ايه يا ولاد؟ يلا، عايزه حد يفكر معايا ويقول لي ايه. هسيبكم كده دقيقه ان انتوا تفكروا معايا وتقولوا ايه الحروف دي تكون كلمه ايه. مع بعض كده نفكر. حد جابها ولا لسه؟ تبقى ايه؟ نخل. نخل اهي، نخل. يبقى تاني انا بحط الحروف ديت مع الحروف ايوه مع بعضها وتكون كلمة، اشوفها بتكون كلمة مفيدة ولا لا. تمام. لو لقيت الكلمة مفيدة يبقى تمام اكتبها، لو لقيت الكلمة غلط او ملخبطة يبقى هي مش صح. تمام. طيب ماشي، يعني ممكن ايه من الحروف دي بردك نقول ايه؟ رهنا. رهنا. طيب هل ممكن من الحروف ديت نكتب هنرة؟ في حاجة اسمها هنرة، يبقى بالتالي هي ما ادتنيش معنى، يبقى لازم الحروف ديت تديني معنى يا ولاد. يبقى تاني ما ينفعش، احنا قلنا ممكن نقول رهنة ماشي، او ممكن نقول نهر ماشي، انما ما فيش حاجة اسمها ايه؟ هرنا. ما فيش حاجة اسمها كده ماشي. يبقى لازم الحروف ديت في النهاية تديني كلمة ليها معنى يا ولاد. تمام. يلا باي باي.